بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الموقع اللي أنا فيه ارتفاع أشاير الأعمدة فوق السقف 1.40 سنتي. فعلشان نستفاد بطول الأشاير ده وعلشان نوفر في الحديد عملنا إيه؟ قطعنا وصلة العمود الجديدة أو حديد العمود الجديد على ارتفاع 4 متر، وعملنا وصلة متر بين الأشاير القديمة وبين الوصلة الجديدة طبقا للرسومات. أنا عندي في الرسومات الوصلة بين حديد العمود الجديد وأشاير الأعمدة متر، وبالتالي اداني ارتفاع فوق السقف 40 سنتي. يعني الوصلة الجديدة كده متعلقة أو مرفوعة فوق خرسانة السقف 40 سنتي. فأنا مقطع أشاير الأعمدة 4 متر ورفعت تحت 40 سنتي، فبالتالي لو قست إشارة العمود من فوق لحد السقف هنا هتديني 4 متر 40. استفدنا ايه من الموضوع ده كده؟ استفدنا أول حاجة إن مكان الوصلة لما تكون مرفوعة عن السقف ده كده أفضل من إن الوصلة تكون على السقف مباشرة. أفضل في إيه؟ أفضل في مقاومة أحمال الزلازل والرياح. طيب رقم 2، استفدت إن أنا وفرت كتير في الحديد وفي نفس الوقت هتديني طول إشارة كبير فوق. طيب إزاي؟ أنا عندي ارتفاع الدور هنا صافي 3 متر و10، وعندي رقة خرسانة السقف اللي هيتصب لسه هتكون 20 سنتي. يعني الارتفاع بالكامل من السقف اللي انا واقف عليه للسقف اللي جاي من فوق هتكون 3 متر 30 دايلك هات. فبالتالي بعد ما اصب السقف هلاقي ان حديد العمود الجديد او الوصله الجديده دي هتعمل لي اشاره فوق السقف ارتفاعها متر و10 سنتي. اما بقى لو كنت قطعت حديد العمود ده او وصله العمود ده على 4 متر وعملت وصله على السقف مباشره، وانا عندي زي ما قلنا ارتفاع السقف اللي فوق 33 من السقف اللي انا واقف عليه، كنت هلاقي ان مديني اشاره طولها 70 سنتي. يعني انا كده زودت طول الاشاره اللي فوق لحد متر و10، وفي نفس الوقت ما قطعتش حديد بطول زياده، لان قطعت الحديد بطول 4 متر واستفدت من ال 40 سنتي اللي في العمود من تحت.